اليوم غادي نتكلموا على الجن العاشق، وهذه التسميه فهو تسميه شائعه ولكن تفسيرها تفسير خاطئ. فهنا الاسم العلمي ديال الظاهره ديال الجن العاشق وهي الهلوسه الحسيه الجنسيه اللي كتقيسنا في النوم ديالنا، وبالخصوص في البدايه ديال النوم او في الاخر ديال النوم، اللي من خلالها الانسان كيكون ما هو فايق ما هو ناعس. وهذه الظاهره ديال الجن العاشق او ديال الهلوسه الحسيه الجنسيه اللي كتقيسنا في النوم ديالنا كتقيس بشكل كبير العيالات اكثر من الرجال. ومن خلال هذه الظاهره فالمراه كتشعر وكتحس بانه كيتمارس عليها الجنس، وكتوقع عليها ظاهره اللمس والظاهره ديال العلاج، وكأن هناك ممارسه حقيقيه، ولكن هي في الحقيقه ما هي إلا هلوسة. فبالنسبة للظاهرة ديال الهلوسة الجنسية فهنا المرأة ممكن تعيشها بزاف ديال المرات، يعني تعيشها مرارا وتكرارا، وكذلك أنها ممكن تكون مصدر ومنبع ديال الخوف وديال القلق بالنسبة لهذه المرأة. وفي الغالب الأحيان كيتم التفسير ديالها بشكل خاطئ، أي أننا كنعطيوها داك الطابع ديال أن هاد المرأة هذه اللي كتكون يعني عاشت الهلوسة الجنسية كتعتقد بشكل خاطئ أن شي جن عشقها وسكنها، وهذا ما هو إلا اعتقاد خاطئ. إذن في الأول والأخير فالهلوسة الحسية الجنسية فممكن تقيس أي إنسان، والإنسان ما خصوش يتخلع في هذه ظاهرة هلوسية. الحمد لله كاين العلاج ديالها. وكذلك باش نصحوا المعتقد الخاطئ هو أنها غير مرتبطة لا بالجن لا بالجنون لا بجن عاشق، فهي ظاهرة هلوسية. فالإنسان ما عليه إلا يمشي لطبيب الأسرة ديالو باش هكذا يرسلوا المراكز المختصة في الاضطرابات ديال النوم اللي كيعطيو النتائج الطيبة. إلا عجبكم الفيديو خليو جيم، ديروا بارطاج ديال الفيديو، وخليو كومونتير زوين فحالكم، وكذلك شاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وديروا متابعة. إذن غادي نقول لكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم.